السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقولك ازاي تعملي الترمس في البيت وتحفظيه لمدة اكتر من اسبوع او 15 يوم من غير ما يعفن معاكي ومن غير طبعا ما يغير طعمه، والطعم بتاعه طبعا هيبقى معاكي جميل جدا زي اللي بتشتريه من على الكورنيش او قدام المدارس. وطبعا هو كمان حاجة مهمة جدا، السر طبعا في مية الترمس دي، كنز عندك اوعي ترميها. هقولك هنعمل برضو بيها ايه. يا ريت نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اول حاجه هتجيبي الترمس كده وتغسليه كويس جدا كذا غسله، مش عايزين فيه اي حاجه. وبعد كده هتعبي ميه، ممكن في طبعا انا حطيت في الحله على طول، ممكن تحطي في حاجه بلاستيك وبعد كده ترجعي في حاجه ألمونيا. وبعد كده انت لو عندك حبايه خضراء ولا حاجه لازم تشيليها قبل ما تغلي الترمس، لان دي هتمرر معاكي الترمس كله. هرفعه على النار طبعا، اول ما يغلي كده هسيبه 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة، وهطفي عن الترمس. مش هخليه اكتر من كده عشان انا مش عايزة اسوي الترمس، انا عايزة احس بالقرشة بتاعة الترمس وانا اكل واحس بطعمه. هسيبه في المية دي لمدة 4 ساعات، مش هصفي المية السخنة واحط مية باردة بدون اي اضافات يا جماعة. وبعد كده طبعا هجيب مصفى وهجيب طبعا طبق وهصفي المية بتاعة الترمس دي. المية دي يا جماعة انا مش برميها نهائي، دي حاجة طبعا عندك اساسية تغسلي بيها شعرك، مفيدة جدا جدا للشعر. يعني بعد ما تصفي الترمس من غير اي حاجة كده هتاخدي المية وتغسلي بيها الشعر، تشيلك القشرة، ومفيدة جدا طبعا للشعر. تمام، انا صفيتهم وهرجعهم طبعا تاني، وهاخد الترمس ده هركن طبعا المية على جنب، وهاخد طبعا الترمس بتاعي وهروح اغسله على الحنفية كويس جدا جدا على المية. هروح طبعا على الحنفية، اديني طبعا هنا بغسل فيه. وبعد كده طبعا بعد ما بغسله بصفيه من المية دي، وهحطه طبعا في طبق بلاستيك، عشان اهو طبعا انا بعد ما صفيته واتغسل كويس جدا هرجع طبعا احطه في طبق البلاستيك اهو. شايفين طبعا الحباية عاملة معايا ازاي، مش مهرية خالص ولا القشر طالع من الحباية ولا اي حاجة. بعد ما حطيته هنا وزودت عليه مية، طبعا انا مش بضيف الملح يا جماعة على طول، لا، بتجيبي كوباية كده وبتحطي الملح حسب الرغبة بتاعتك، وتدوبي الملح قبل ما تضيفيه على الترمس عشان ما تحسيش ان حباية فيها ملح وحباية لا. لا، قلبي الملح كله وترجعي تحطيه على الترمس. تمام، وهقلب طبعا كويس كده. انا هنا مش هحط اي حاجة، هاخد طبعا الترمس ده وهاخد الكمية اللي انا عايزاه في طبق تلاجة واحطه في التلاجة، ولما احتاج طبعا اطلع الكمية احط عليها ليمون براحتي واحط الشطة والكمون براحتي. لكن ما تحطيش الليمون والكمون والشطة على الكمية كلها، وما تاخديش بايدك، لازم تاخدي بمغرفة عشان ما يعفنش معاك وبيفضل في التلاجة اكتر من اسبوع ل15 يوم على الطريقة بالملح فقط يا جماعة، وتغطيه وتاخدي زي ما انا قلت لكم. هنا طبعا للاكل هتحط الشطة والكمون وتعصري الليمون وتقدمي طبعا براحتك. وطبعا ده بينفع للعيد، حاجة في منتهى الجمال. وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى الفيديو يعجبكم.